بدل ما تصرف فلوسك بقى على اللعيبه دي، وبدل ما تصرف فلوسك وتفتح بيوت المدربين اللي كانوا موجودين عندك، طلع صدقه. ممكن تكون محسود وانا برجح ده، فطلع صدقه لله كده، ادي فلوس لله. وطلعنا الصدقه يا لارين، وطلع مفعولها ايه؟ سح. اول ماتش في الدوري للنادي الاهلي بمكسب، باول ريمونتادا من فتره طويله. ده احنا يا بنتي كنا نسينا الريمونتادا مع ياس تورو، وجول مكسب في الدقيقه 90. ومين اللي يجيب الجول؟ مجدي قفشه، اللي 90% من جمهور النادي الاهلي اصلا كان قالب عليه وكان عايزه يطلع بره النادي. والزمالك يتعادل في اول ماتش في الدوري، وقبليها بزيرة خرج ولم يعد. انا عندي سؤال ومحتاجه حد يجاوبني عليه. يا اهلا بصياحك. نعم، هل هي مسابقه فعليه ولا تمثيليه؟ بصي، هو احنا ممكن نختلف في المسمى، لكن المؤكد ان الكومبارس واحد، وده مش كلامي. مصر فيها النادي الاهلي فقط لا غير، لا في منتخب مصر تاني. ايوه، لا في منتخب مصر ولا في منتخب اولمبي، وكل الانديه اللي انت شايفها دي والمصحف كومبارس بتقود. عايزه حاجه تانية؟ عشان بس نبقى معاك على الخط، عشان ما تقوليش ان هي مسابقه مش هبلعها. مش هبلعها. ايه مش هبلعها؟ مش هبلعها. طب ابلعي بقى جم مجدي قفشه، وابلعي اللي عملوا فيكوا بزيرة وبيعملوا وهيعملوا. بزيرة مين؟ بزيرة ابن 100 عقبه البار. المبادئ ما توفرتش. ما هو لما تقولي مسابقه والاقي في فريق معين بيتجامل، وانا معاكي 100%. في فريق حاليا لولا المجاملات ما كانش طلع رخصه علشان يلعب افريقيا، كان زمانه محجوز عليه اساسا، كان زمانه اصلا اشهر افلاسه. وما تجيش تقولي ما هو مجلس الزمالك نزل بيان. ما ينزل بيان، مجلسك نزل 500 بيان. اجيب لك سطر البيانات من جوه، قاعدين جوه هناك اهو، ما طلع لهم لك من الفريزر يفكوا. ايه الافيه ده؟ ده البلاس 90 بتشيل الطبقه اللي على الوش وبتبين لك بقى الصياح والبلاوي اللي جوه. وبمناسبه هذا الافيه وبمناسبه الكلام عن لارين، يعني بعيدا عن كره القدم، انا عندي فكره كويسه جدا. انا شايف بصراحه يا لارين ان هذا النوع من الافيهات لازم يتم استغلاله في حاجات ايجابيه. يعني مثلا تحديد النسل، كام افيه من دول كل يوم، واوعدك ان احنا في عام 2030 هيبقى تعدادنا 35 مليون مواطن. لان بصراحة بقى حرام اهدار هذه الطاقات من الافيهات اللي تقدر تحللنا مشكلة عجز الجميع عن انه يحلها على مدار عشرات السنوات. اما بالنسبة لموضوع بيانات النادي الاهلي، فالاهلي يا لارين اغلب بياناته بتبقى متسقة مع بعض ومتفقة مع اعلام النادي الرسمي. وهحاول ان انا اشرح لك حاجة لعل تحصل المعجزة وتستوعبيها. الاهلي ممكن يبقى عنده مشكلة مع لجنة حكام معينة، فيطلع بيان ينتقد فيه اللجنة دي. وعادي جدا مع لجنة تانية ممكن النادي الاهلي يبقى شايف ان اللجنة دي شايفة شغلها كويس جدا، فينزل بيان بيدعم اللجنة دي. الموضوع بسيط قوي يا لارين، ومش مستاهل كل الهبد والهرتلة دي والله. لكن يا لارين اللي مش ممكن بقى تشوفيه عندنا في النادي الاهلي مثلا ان هو ينزل بيان يوم 3 اغسطس بيدعم فيه لجنة الحكام، وبعديها ب3 اسابيع تلاقي اعلام النادي الرسمي عمال ينتقد في الحكام وبيشكك فيهم. وحطي خط تحت بيشكك فيهم دي يا لارين لانها جت في البيان. والمصيبة بقى يا اخت لارين ان اغلب الصفوجية اللي هم جمهور الصفوة يعني طبلوا جدا للبيان ده وكانوا فرحانين بيه جدا. عارفة ليه؟ مش عشان هم فعلا بيدعموا لجنة الحكام، عشان هم كانوا بيكيدوا في النادي الاهلي وعارفين ومتأكدين ان ادارة الزمالك هي كمان كانت بتكيد في النادي الاهلي. بالظبط زي الموقف بتاع بسيوني لما ميدو طلع وقال لك ادوا العدالة التحكيمية للزمالك والباقي هيصارع على المركز الثاني، والحكام المصريين ابعدوا نادي الزمالك عن المنافسة. وبعديها يا معلم جه ماتش الاهلي والزمالك، ولما الاهلي يتمسك بالحكام الاجانب نلاقي نادي الزمالك متمسك ببسيوني الحكم المصري اللي انت كنت لسه بتقول عليه انه ابعدك عن المنافسة. يعني من الاخر يا معلم انت مجلس مكايدات. ومن مكاني هذا وبعد ما البيان ده لبسكوا في الحيط وكشف انكم ممكن تنزلوا البيان عادي جدا وبعدها بكام يوم ترجعوا عنه تاني على حسب مصلحتكم انتوا فين بقى، مش العدالة والكلام الكبير ده، او بقى زي ما قلتلك انتوا بتنزلوا بيانات علشان تكايدوا في النادي الاهلي. وصدقين لو ده هو الوضع فالمصيبة كبيرة جدا، لان يا لارين ما يصحش ان تاني اكبر نادي في مصر بعد النادي الاهلي ينزل بيانات لمجرد المكايدة. عيب. لكن تطلع
تقول لي هي مسابقه وهي في الحقيقه تمثيليه، ما بلعهاش. حد يقول لي لا اصل مجلس الزمالك نزل بيان فاحنا مش هنتكلم، ما بلعهاش ومش هبلعها. مع انك ما بلعتيها، ايه حوار البلع معاكي ده؟ مش فاهم انا. لا يا جماعه احنا كده محتاجين علاج، او اقول لك طلعيها من الفريزر، جايز لما تفك تعرفي تبلعيها. فانت اطلع بس كده، خليك يعني عندك جرأة واطلع قول لنا لا هي مسابقه فعليه وفي فريق بيتجامل. لا ثواني بقى معلش، هو انت بتوجهي كلامك لمين؟ للجنه الحكام اللي رئيسها عصام عبد الفتاح، اللي الخلق كلها عارفه انه على خلاف مع النادي الاهلي، واول الخلق دول ناديكي اللي نزل بيان يوم 3 اغسطس بيكايد فيه النادي الاهلي بانه يدعم عصام عبد الفتاح عشان هو عارف ان في خلاف كبير بين الطرفين؟ ولا بتوجهي كلامك لهاني ابو ريده اللي من حوالي شهر طلع مع لميس وتعمد انه يحاول يقول معلومه مغلوطه وبشكل غير امين عشان يوهم الناس ان النادي الاهلي لما بيسجل عقود لعيبته في اتحاد الكوره ما بيسجلش العقود كامله علشان ياكل فلوس على اتحاد الكوره وعلى الدوله؟ ولا يكونش قصدك الرجل الخفي الذراع الايمن لهاني ابو ريده احمد مجاهد، اللي هو زي ما احنا عارفين شغال جوه اتحاد الكوره وهو مش جوه اتحاد الكوره، والمتحكم الاول في لجنه الحكام؟ بس انا عايز افكرك ان احمد مجاهد ده يا لارين اللي سخر من النادي الاهلي من حوالي شهرين تقريبا في حوار مع هاني حتحوت على قناه مودرن، ولو مش فاكره افكرك بقرار مباراه الاهلي وسيراميك كليوباترا. ليه وفا؟ يعني انا ما بحبش اعلق على اختيارات الانديه، لكن وفا لا كان له سبب في اختيار اللاعبين، ولا في اختيار ريبيرو في اول السنه، ولا في اختيار الجهاز الفني بعد كده، ولا في اختيار كاموتش في يناير، ولا يعني صحيح. يعني بمناسبه الكلام عن وفا وماتش سيراميكا، انا بصراحه يا لاريم مدينلك بشكر، لان انت يا لاريم من 4 شهور قدمت لنا نصيحه كنادي اهلي، يعني مش فاكره صح؟ تعالى فكرك. بدل ما تصرف فلوسك بقى على اللعيبه دي، وبدل ما تصرف فلوسك وتفتح بيوت المدربين اللي كانوا موجودين عندك، طلع صدقه. ممكن تكون محسود، الحسد مذكور في القرآن، ممكن تكون محسود وانا برجح ده، فطلع صدقه لله كده، ادي فلوس لله. وطلعنا الصدقه يا لارين وطلع مفعولها ايه؟ سح. اول ماتش في الدوري للنادي الاهلي بمكسب، باول ريمونتادا من فتره طويله. ده احنا يا بنتي كنا نسينا الريمونتادا مع ياس تورو، وجول مكسب في الدقيقه 90. ومين اللي يجيب الجول؟ مجدي قفشه، اللي 90% من جمهور النادي الاهلي اصلا كان قالب عليه وكان عايزه يطلع بره النادي، والزمالك يتعادل في اول ماتش في الدوري، وقبليها بزيرة خرج ولم يعد، وعمالين بندور على الواد في الامارات ولا في البرازيل، والواد طلع على التيك توك وبيخش جولات بقى، واسد ونعجة وحاجات عجيبة جدا. وقبله شيكو بانزا كان مسقط ان الموسم بدأ اساسا وكان بيحتفل بالكريسماس عادي، وعبد الله السعيد كان مقموص عشان ال8 مليون جنيه، وجون ادوارد قبليها مشي. لا بصراحة يا لارين الصدقة عملت شغل عالي قوي قوي قوي، فانا تاني بشكرك جدا على النصيحه دي بجد. عايزه بقى نصيحتي انا ليكي، اوعي تبقي ساذجه وتفتكري ان انا هقولك طلعوا صدقه بقى علشان ابقى رديتها لك والكلام ده. لا لا لا، انا هقولك على نصيحه لوجه الله، ادوا للناس حقوقها يا لارين. كفايه ايقاف قيد يا لارين. ده انا وانا قاعد بتكلم دلوقتي لقيت ايقاف قيد طلع تاني يا معلم لنادي الزمالك، والله العظيم خاص بالنادي بتاع بزيرة اللي الزمالك اشترى منه بزيرة، قسط يا معلم من ضمن الاقساط ما راحش عادي. وفي فريق بيتجامل علشان هو خسر الدوري الموسم اللي فات، فما ينفعش يخسر دوريين ورا بعض، فاحنا طالعين نجامله. لارين انت بداتي تتابعي الايجيبشن ليج من امتى؟ اصلا انا عايز اقولك على معلومه، لو انت ابتديتي تشجعي من سنه 2023 مثلا، نادي الزمالك كسب الدوري موسم 2021 وكسب الدوري بعديها تاني موسم 21-22، وممكن ارجعك ورا شويه عادي جدا واقولك ان النادي الاهلي قعد 4 سنين ما يكسبش الدوري من 2000 ل 2004 عادي. بس انا عايز اخدك تاني على الدوريين بتوع 21 و22. انت عارفه يا لارين ان الحكام اللي كانوا بيحللوا الاخطاء التحكيميه في الدوريين دول اجمعوا على ان الاهلي مثلا اتظلم مش اقل من 10 نقط، والزمالك اتجامل مش اقل من 10 نقط. ده يعني بذكر المجاملات. انا واحده من الناس ما عنديش مشاكل اطلاقا
ان نخسر، وده شيء متوقع جدا عادي. يعني احنا لو حسبنا المعدل الطبيعي لفوز الزمالك بالدوري من سنة 1911 لغاية دلوقتي هتلاقي ان كل 7 سنين تقريبا الزمالك بيكسب الدوري، فانت بتكسبي مرة وبتخسري في 7 سنين ورا بعض، فطبيعي يبقى ما عندكيش اي مشكلة انك تخسري، طبيعي انك تكوني واخدة على الخسارة. والله ما عندي مشكلة ان انا اخسر يا بنتي صادقة من غير حلفان بقى. كملي. بس اخسر بشرف. اخسر بشرف؟ بصي انا عايز اشرح لك حاجة. امتى بيقولوا على الفريق خسر بشرف؟ لما الفريق يتغلب مثلا 3-2 في مباراة عنيفة جدا ومباراة متقاربة جدا واللعيبة عملت اللي عليها وزيادة في ارض الملعب، فانا بقى راجل اطلع اقول والله يا جماعة احنا خسرنا بشرف. صراع على دوري مثلا فيحسم بفارق نقطة نقطتين، فارق اهداف، فارق مواجهات مباشرة، فاقول لك لا يا باشا معلش بقى هم لعبوا كويس جدا بس خسروا الدوري بشرف. امتى بقى الفريق ما يخسرش بشرف؟ لما مثلا فريق يبقى متعود ان هو ياخد 6 على 5 على 4 على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي من الفرق الكبيرة من الفرق المتوسطة، ده فريق كده بيخسر من غير شرف. فانتي لما تطلعي تقولي انا ما عنديش مشكلة ان انا اخسر بس اخسر بشرف، ده معناه ان فريقك بيتغلب 5 و6 و7، ولما بينافس على دوري يا حرام بيبقى الفرق 20 و30 نقطة. ده يا بنتي كلامك مش كلامي، ده تفسير كلامك، انا بحاول اوضح لك بس الكلام والمعاني علشان لما تكوني منفعلة مثلا في مرة تانية وبتقولي حاجة زي كده تاخدي بالك، علشان المعنى هنا ودى فرقتك في ناحية تانية خالص. وعموما يا لارين اتمنى ان لعيبة الزمالك تجتهد اكتر، اتمنى ان الكابتن معتمد جمال ينجح في ان هو يبوظ اكبر عدد ممكن من المباريات عشان الزمالك يحقق حلمك ويخسر بشرف. ما عنديش مشاكل ان انا اطلع اقول لك انت برافو. ايه انت دي يا بنتي؟ مش نراعي برضو الفروق اللي بيننا؟ انتوا نادي عندكم 15 دوري، انا نادي عنده 45 دوري، ولولا المجاملات كانوا ممكن يبقوا حاجة و50 دوري عادي. انا نادي يا بنتي عندي 12 دوري ابطال افريقيا، اخرهم واحدة كانت من 2.5 سنين تقريبا. انتوا عندكم 5 واخرهم كانت واحدة من 24 سنة. يعني شاب جميل خريج تجارة بقاله 2 سنين بيشتغل وعلى مشارف الجواز. اما بقى المواجهات المباشرة فحدثي ولا حرج. لا هو في حرج الحقيقة عليكم انتوا مش علينا احنا. وعموما ريحي نفسك، يعني انا مش مستني منك برافو يا بتاع الدوري كل 7 سنين ويا بتاعت 5 دوري ابطال اخرهم من 24 سنة وال5 منهم 3 بالشوبينج من بورسعيد. وده مش كلامي، ده كلام الكابتن فاروق جعفر جوه قلب قناة الزمالك، كلامك معاه مش معايا. لكن ما تجيش تكسب بمجاملة وتغير لي النتائج وتلعب في النتائج بمجرد مجاملة بضربة جزاء من وحي خيال المخرج. لما اشوف من المنظر ده بعيني وما اطلعش انتقد يبقى انا يا اما ما بفهمش كوره يا اما انا قابله بالمجاملات، وانا مش الاثنين الحمد لله. يمشي معاكي الاربع. طيب بعد ماتش البنك الاهلي اعمل لك ايه؟ طيب طبعا ده افيه هربان من بتاع تحديد النسل، بعتذر عنه. كملي. ان اللي حصل ده غلط، والحقيقه هم دول يعني احنا عايزين، هو ده العقل اللي احنا عايزينه. انا لو كسبت بطرق غير مشروعه هطلع انتقد. زنقتيني ومش عارف ارد عليك يا جماعه. حد يلحقني يا اهلاويه، حد يلحقني يا اخينا. اقيشو حبيبي 100 اظن يا لارين اللعبة دي صورة طبق الاصل من ضربة الجزاء بتاعت الاهلي قدام انبي الشرقية او الشرقية انبي او الشرقية او انبي او ايا كان بام اللخبطة دي. نفس الملعب نفس اللاعب نفس الجول، بس لون الفانيلا اختلف من الابيض للاحمر. عايز اعرف بقى يا لارين، يا ترى ساعتها بقى انتي طلعتي وانتقدتي وقلتي انا مش عايز اكسب بالطريقة دي؟ لا الكرة دي مش ضربة جزاء، ما تظلموش حرس الحدود. ما هم كانوا بيلعبوا حرس الحدود في الماتش ده يا معلم. نرجع بقى لارين، الكرة دي وضعها ايه معاكي بسرعة؟ ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ انجزي. مش فاهمة الكلام برضو مش واضح، ابسطها لك من الاخر بقى كده وبلغتك. بلعتي المكسب ساعتها ولا ما عرفتيش تبلعيه؟ هي الفكرة كلها على حسب لون الفانيلا. ضربة الجزاء حصلت على بن شرقي لما لون الفانيلا كان ابيض، ضربة جزاء صحيحة يا معلم ودفعة واضحة اهي. ده اتعميت ولا ايه؟ لكن لما بن شرقي لبس الفانيلا الحمراء
اعظم تي شيرت في مصر وحصل معاه نفس الموقف، بقت غطسه وبقى تمثيل وبقت دي مش مسابقه يا جدعان بقى، وقولوا لنا وعرفونا ومجاملات ولجنه حكام وادوا الدوري للاهلي، والبقين اللي احنا بنسمعهم او الصياح اللي احنا بنسمعه على مدار 6 سنين او 7 سنين زي ما انت عارفه، في الفتره اللي النادي الاهلي بيكسب فيها كل البطولات او اغلب البطولات. وفي سنه واحده كده بتيجي بقى بنلاقي ايه؟ بنلاقي بقى الطقم الحلو طلع بقى، ويا جماعه محدش يتكلم على التحكيم ومحدش يشكك في التحكيم. ارجع لفيديوهاتي يا ابني على القناه، هتلاقي انا قايل لك الكلام ده اقسم بالله من 2 و3 شهور. قلت لك اتقل بس لما الموسم الجديد يبتدي هتلاقي كم من الصياح والتحكيم والحقونا واحنا بنتظلم زي ما انت عايز. العقليه دي يا باشا مقريه ومعروفه، والواحد الحمد لله محضر دكتوراه في امثال الاخت دي وامثال الاخت مها صبري برضو وفرح علي والناس دي، ولكن يا جماعه برضو مش عايزين نبخسهم حقوقهم. ايا كان اللي بيعملوه هم ما زالوا محتوى كوميدي لازم نحافظ عليه. كملي يا لارينا عشان انت حالتك قسما بالله صعبه قوي. الموسم اللي فات لما الاهلي كان بيلعب في نفس اليوم اللي بيلعب فيه بيراميدز، في نفس اليوم اللي بيلعب فيه الزمالك، في نفس التوقيت، شوف كم المتعه كانت عامله ازاي، كانت تحفه، كان المنظر كله تحفه. خلاص الناس في الرابطه يا جماعه بعد اذنكم عايزين نخلي ماتشات الاهلي والزمالك وبيراميدز في نفس الوقت عشان بتبقى تحفه. اي نعم 90% هيسيبوا ماتشات بيراميدز والزمالك ويتفرجوا على النادي الاهلي، مما سيؤدي الى ضعف المشاهدات على مباراه الزمالك وعلى مباراه بيراميدز، وساعتها بقى شعبيه كل واحد هتتكشف. ولكن يا جماعه البنت عايزه كده وعماله تصيح من امبارح وتعبتني وصدعتني، اعملوا لها اللي هي عايزاه وخلصونا. اما يا لارين لو انت قصدك على المنافسه فانا مش ذنبي ان انتوا نادي بينافس كل 7 سنين، انا مش ذنبي ان انتوا نادي اولاده اللي جواه بيتخانقوا مع بعض، وناس بترفع على ناس قضايا، وناس بتشتم ناس، ورموز للنادي ممنوعه من دخول النادي لما يكون في حد معين رئيس للنادي، وده يقول لك ده بيزور، ورئيس شرفي للنادي يتهم رئيس للنادي ان هو راجل نحس. ما علينا يا لارين، حلوا مشاكلكم. هتلاقي نفسك ان بدل كل 7 سنين دوري ممكن يبقوا كل 6 سنين دوري، ممكن كل 5 سنين دوري. اجتهدوا اتعبوا وباذن الله ربنا هيكرمكم. ما علينا يعني. دي كانت الاخت لارين اللي انضمت معانا لشله الانس والفرفشه. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اوعى تنسى اللايك دي مهمه جدا، وسيب تعليق برضو وقول لي رايك ايه في الاخت لارين. ولو انت لسه مش مشترك على القناه او لسه مش متابع القناه، تابع القناه بقى واشترك على القناه بقى يا عم. كل مره هقعد اقول لك ايه بقى، اشترك بقى. طب ومعزة لارين، لا بلاش معزة لارين دي صعب. طب بص بقى دي، لو انت ما اشتركتش تبقى انت من كبار محبين لارين، وقبل كده كنت من محبين مجاهد وكنت من محبين ابو ريدة. تعايش بقى انت حر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واحنا بنرد على المجرة الزملكاوية او بنتكلم عن النادي الاهلي يا عم الكل. سلام.